يفهم المريض ب5 10 دقايق إن أنت المرض اللي جالك ده يفهمه طبيعته، إن ده مش بيخف، مثلًا حاجة زي ارتفاع الضغط، ده مرض مزمن مش بيروح، يحتاج متابعة، متغيّر، أدويته متغيّرة وأدويته كتير، ما يعرفش هو يروح للصيدلي يقول له ادّيني واحد دوا الضغط ده أو ده أو ده، ده بيعتمد على حاجات كتير الدكتور بيعرفها، مثلًا لو عنده كلى، لو عنده حساسية على صدره، لو عنده ضعف عضلي القلب، الحاجات دي بتختلف. المريض لازم يعرف إن هو مش هو اللي هيضبّط لنفسه الضغط، وهو العلاج مش بيقف ولازم يتابع، مش الضغط والسُكّر كده، يعني هو أنا باخد العلاج لكن مش باتابع، ممكن يكون أنت حصل تطوّر للحالة، قُمت مثلًا خلاص خدت على الأكل الصحّي فسُكّرك ضبط، ممكن نقلل العلاج شوية. أنت مثلًا ملحك زيادة في الأكل أو قليل في الأكل، لو زيادة ضغطك أو زعلان متوتر نفسيًا ضغطك يعلى. طبعًا استجابتك للعلاج محتاجة متابعة، يعني مش مثلًا أنا هادّي الدوا س يبقى الضغط ص، لا، 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 هو بادّي الدوا س اللي أنا متوقع إنه هيجيب النتيجة ص، لازم أتابع عشان أشوف أنا وصلت للنتيجة ووصلت لأكتر والّا أقل. أدوية القلب أدوية القلب بتعتمد مثلًا حاجة زي مسيلات الدم، حاجة زي أدوية الكوليسترول، مش بتقف. يعني افرضي واحد بياخد دوا مسيل للدم وجاله قرحة في المعدة وجاله نزيف في الأمعاء، لازم يوقّفوا، فلازم متابعة، يعني ما فيش حاجة اسمها أنا هاخد القرص الفلاني على طول ومش هاتابع. لأن السيولة بتتقاس على طول وضغط نازل في أدوية للناس اللي عندهم سيولة. في أدوية بتتاخد بالسيولة اللي هو بالاسم العلمي وارفرين صوديوم اللي هو لمرضى صمامات القلب، دي بتتقاس على الأقل مرة كل شهر، لكن اللي هو الأدوية العادية زي نستال ساليسيليك أسيد أو كلوبيدوجرين مش بنقيس لها سيولة ولا حاجة. من هنا إن أنا أحب أناشد السادة المستمعين إن هم أدوية ومعظم أمراض القلب والأمراض المزمنة مش بتقف، ولابد من المتابعة الدورية